سلام، كنتمنى تكونوا بألف خير. شكون فينا اللي ما كيبغيش لي طاغط، خصوصا الا كانوا ساهلين في التوجد ولذاذ في المذاق. هاد المره جبت لكم طاغط ديال التفاح، كتجي هشيشه بنينه مختلفه وسهله في التحضير. كتجي البنه ديالها كتحمق وحتى المنظر كيشهي. ما نطولش عليكم ونشوفوا المقادير بجميع. ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد، وما تبخلوش علينا بجيم وكومونتير الفيديو. غادي نحتاجو 350 غرام ديال الدقيق الفورستي يكون مغربل، اي 3 الكيسان ونص كاس العنبه. غادي نحتاجو 4 معالق صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال القرفه، نص معلقه ديال الفاني، 100 غرام ديال السكر كلاص اي 5 ديال المعالق كبار. كندمجو النواشف مع بعضياتها، 175 غرام ديال الزبده اللي تكون بحراره المطبخ. ودابا غادي نبسبسوه مزيان حتى كتدخل لينا الزبده مع الدقيق. صدقوني هاد لاطاغط كتجي فنه، المذاق ديالها كيجي غزال شهوه منه. غادي نضيفو بيضه كامله، غادي نخلطوها حتى هي مزيان، وغادي نضيفو 2 معالق كبار ديال الماء صافي. وكنجمعوا الخليط، غير كنجمعوه ما كنعجنوش. صدقوني غير جربوها وما غاديش تندموا عليها، وغادي تولي عندكم ادمان. شوفوا معايا العجينه كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي رطبه. من بعد ما وجدت العجينه غادي نغطيوها وغادي نديروها في الثلاجه، نخليوها ترتاح واحد نص ساعه بحال هكا. وعلى ما ترتاح لينا العجينه ندوزو دابا نصايبوا الحشوه. انا باش ما نطولش عليكم الفيديو راني درت التفاح هنايا قطع طريفات. غادي تحتاجوا 4 ديال التفاحات، غادي تنقيوهم تقشروهم وغادي تقطعوهم طريفات بهذا الشكل. كناخذوا مقيله كنديروا فيها واحد معلقه ونص ديال الزبده، معلقه كبيره ونص ديال الزبده ماشي صغيره. وغادي نضيف هذاك التفاح اللي قطعته طريفات صغار. غادي نزيد 2 معالق كبار ديال السنيده. بالنسبه للحلاوه كتبقى على حسب الذوق، انا ما بغيتهاش تكون حلوه بزاف، كتعجبني في القياس. اللي كيبغي الحلاوه اكثر ممكن يزيد. غادي نزيد الفاني، كتعجبني الريحه ديال التفاح خصوصا ملي كتكون كتعسل، كيعطي واحد الريحه زوينه بزاف. وغادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، خصوصا كنعرفوا بلي القرفه كتواتى مع التفاح. غادي نبقى نحرك فيه على نار متوسطه حتى كيدبل لينا التفاح. واحد الريحه كاينه، يا سلام، واحد الريحه ما كرهتكمش كنت تشموها حتى نتوما. من بعد ما دبل لينا التفاح غادي نضيف عليه 4 كاس ديال الزبيب. انا ما درتش بزاف، الا بغيتو تزيدوا ممكن تزيدوا. بالنسبه للزبيب راني خليته في الماء، غسلته مزيان وخليته مرقد واحد نص ساعه. وغادي نضيف 100 غرام ديال اللوز محمر اللي مهرمش بهذا الشكل هذا، يعني غادي يجي واحد كاس برد العنبه. صدقوني اللوز مع القرفه والتفاح واحد النسمه كتجي خطيره، غير جربوها وما غاديش تندموا عليها. غير كنخلط اللوز صافي وكنطفي عليه. بالنسبه للعجينه من بعد ما ارتاحت غادي ناخذ الثلث ديالها، غادي نديروه في المجمد ونخليه يبرد مزيان، والباقي هو اللي غادي نخدم به. وغادي نسرحها بحال هكا باش نديرها في المول. بالنسبه للاخر اللي درناها في المجمد مازال غنرجعو نخدموا بها. صافي كنسرحها كنقادها في المول بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. وكيف كتشوفوا معايا راه العجينه ما كتعذبش بالمره، دغيا كتخدم. غادي نزولوا ليها الحواف وما غاديش نرميوهم، غادي نزيدوهم على ديك العجينه اللي درنا في المجمد وحتى هما غنخدموا بهم. صافي من بعد ما سرحنا العجينه غادي نتقبوها بهذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نضيفوا الحشوه اللي صايبنا ديال التفاح. عرفتي واحد الريحه فيها راه غزاله غزاله كتشهي. كنتمنى تجربوها باش تعرفوني على جداويه، حيت فيها واحد البنه يا سلام. بالنسبه للعجينه اللي خليناها في المجمد غادي نجبدوها وغادي نحكوها بهذا الشكل هذا بحال الا كنحكوا الفرماج. انا راه ما خليتهاش حتى تبرد حيت كنت مزروبه بها. نتوما يستحسن تخليوها حتى تبرد مزيان. ودابا غنديروا اخر طبقه اللي كتجي مقرمشه وكتزيدها حتى هي في اللذه ديالها، وديك التقرميشه كتجي غزاله. غادي نحتاجوا لها 40 غرام ديال الزبده اللي ضروري تكون بارده بارده، كنأكد عليها، يعني غادي تجي معلقه كبيره ونص. وغادي نضيف 40 غرام ديال السكر سنيده اللي هي حتى هي معلقه كبيره ونص. كنضيف 30 غرام ديال الدقيق اللي هي معلقه كبيره ونص حتى هي. وغادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال القرفه. غادي نحرك كلشي مع بعضياتهم
كنجمعوه بهذا الشكل حتى كيتجانس لينا، كيولي بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوه معايا. صدقوني راه كيعطي واحد التقرميشه مع داك التفاح مع القرفه، واحد المزيج يا سلام. غير جربوها. غادي نديروه من الفوق بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا دابا. كنشعلوا الفران حتى كيسخن مزيان، ومن بعد كنحطوها وكنخليو على درجه حراره 170 حتى كتوجد لينا بهذا الشكل هذا. شوفوا معايا كي كتجي غزاله، وعرفتو هي كطيب في الفران على ريحه كانت عاديه في الدار كلها تعطرت بهذه الريحه. ماك تعرفوا القرفه التفاح، اصلا هذا المزيج كيجي خطير مع بعضياتو. غير جربوها وردوا عليا الخبار. شوفوا معايا كي كتجي، شوفوا معايا الطبقه الدخلانيه حتى هي كتجي فنه، وديك التقرميشه الفوقانيه راه كتجي يا سلام. غير جربوها وما غاديش تندموا عليها كنأكد لكم. وما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. ما تبخلوش علينا بجيم وكومونتير، تشجيعكم كيخلينا نزيدو نواصلوا وكنعطيو مازال مجموعه من الوصفات جداد، وهادشي كيفرحنا.